اليوم راح نتحدث عن مباراتين جرت في المجموعة الثانية من بطولة الخليج 26 في الكويت، حيث انتهت المباراة الأولى بين العراق واليمن بفوز المنتخب العراقي بهدف واحد مقابل لا شيء سجله أيمن حسين، وكانت سيطرة عراقية في هذه المباراة، ولكن انتهت بهدف وحيد حملت 3 نقاط للفريق العراقي. أما المباراة الثانية المثيرة بمعنى الكلمة، مباراة رائعة بين البحرين والسعودية، انتهت بفوز البحرين ب3 أهداف مقابل هدفين. كانت مباراة جميلة جدا جدا، يعني تستحق فعلا المشاهدة. بذلك تصدر فريق البحرين بفارق الأهداف عن المنتخب العراقي اللي جاء في المركز الثاني، والعراق سيلعب مباراة القادمة مع البحرين، أما الفريق السعودي فيلعب مباراته مع اليمن. أتمنى لكم إن شاء الله كل الخير والصحة والعافية، ونلتقيكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.